اثبت بقى ما تفتحناش. يا هلا بالعودة ونخش في الموضوع على طول. أهلا بيكم في سلسلة رمضانية شيقة بإذن الله، هنتكلم فيها عن إزاي نبدأ دروب شيبينج في الوطن العربي دفع عند الاستلام من الصفر. لو عايز تبدأ دروب شيبينج في الوطن العربي دفع عند الاستلام ومش عارف تبدأ إزاي، فالسلسلة دي مجانية بالكامل خلال شهر رمضان الكريم إن شاء الله. هنتكلم فيها عن كل حاجة من الزيرو، وده مش انترو، احنا هنبدأ على طول. اول خطوة ليك لازم تحدد السوق اللي هتشتغل عليه، لان ببساطة مش هينفع تشتغل على كل الاسواق. مش هينفع تشتغل على المصري سعودي اماراتي، لا، لازم تختار سوق معين، وده هينقسم معانا لشقين. الشق الاول وهو البلد، لازم نختار بلد بعينها. لازم نختار مصر، السعودية، الامارات، واحنا في السلسلة دي هنتكلم على بلد واحدة بحيث ما نتلخبطش في العملات او في الكلام، وده بينطبق على كل الدول عامة باختلاف الثقافات. الشق التاني وهو مين في البلد، مواطنين، مغتربين، عندك فئة معينة لازم برضو تحددها، لأن كل ما كان عندك رؤية أوضح كل ما نجاحك يبقى أسهل. هندي مثال سريع. دلوقتي يبقى في منتجات خاصة للمغتربين ما تنفعش للمواطنين، وللعكس، لأن كل واحد بيكون عنده احتياجاته، وإحنا كل ما علينا إن إحنا نلبي الاحتياجات دي بالمنتجات. للمواطنين مثلا بيبقى هاممهم مثلا لاكشري اكتر، عكس المغتربين. اكيد في منهم بيهتم باللاكشري لكن الاغلبيه مش مهتمه باللاكشري. فانت لازم تحدد كل حاجه، تحدد السوق، تحدد الفئه، المنتج ده رايح لمين، وانت بتلبي له احتياجاته، وبارك الله فيما رزق. وفي النهايه الفيديو هيبقى خفيف كده عشان ناكد على الجاهزيه ونمشي خطوه بخطوه مع بعض، بحيث نقدر نوصل كل نقطه بصوره مبسطه وما نتوهش من بعض. وبيتم تجهيز PDF خاص لكل فيديو من النقط اللي اتكلمنا فيها بشكل فيه تفاصيل اكتر، بحيث برضو كل ما نخلص الفيديو نقرا PDF وتبقى كل حاجه واضحه قدامنا يعني. وفي نيه ان احنا نعمل كوميونتي خاص بالدروب شيبينج بحيث نرد على كل الاستفسارات، ويبقى في مجتمع كامل نقدر ندردش فيه مع بعض. في الوقت الحالي لو حد عنده اي سؤال يقدر يبعت لي على الانستجرام، هيلاقي اللينك في الديسكريبشن. وسواء ممكن نعمله على الواتساب تشانل، نعمله في التليجرام، على منصة سكول. شاركوني برضو في رأيكم في الكومنتات. كده نكون خلصنا فيديو النهاردة، ودي البداية، وطبعا كيب ريدي.